ابهرتهم وجننتهم. قال ايه عايزين يشتروه من بره، وبيقولوا لي يا ماما انت مش هتعرفي تعمليه زي اللي بناكله كده في المطاعم بالظبط. قلت لهم ايه ده انا عامله كريسبي وهيطلع معانا تحفه. اسمعوا الصوت ده، ايوه مقرمش وكريسبي بجد روعه وتحفه. قبل اي حاجة نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات، وتعالي بينا يلا على المطبخ، يلا بينا نشوف السمك هنعمله ازاي وهيطلع معاكي احلى من بتاع بره، وهتوفري فلوسك بجد. يعني الاسعار غالية نار، يعني مش كفاية غلو السمك كمان هنجيبه جاهز من بره، لا لازم كده تعملي كل حاجة في البيت بمنتهى السهولة. لو انت ست بيت لسه كده مبتدئة في المطبخ، يعني عروسة لسه جديدة، بصي بقى وشوفي كده وتعلمي ازاي هتنضفي السمك بالمقص كده، وهتقصقصي بقى الخياشيم والديل وكل حاجة. تمام. بعد كده هتبداي تجيبي معلقه وتقشري القشر من ناحيتين، وهتجيبي المقص وتبداي انك تعملي فتحه كده بالطول. خلاص يلا بينا بقى هنجيب السكينه ونبدا ندخلها كده ونمشيها في ظهر السمكه لغايه ما نفتح السمكه للاخر. بمنتهى السهولة هتعرفي انك تفتحي السمكة وتفرديها. انا هوريكي طريقتين ازاي تنضفي بيهم السمك. تمام، بصي بقى دي اول طريقة. لو انت حابة انك الراس تبقى موجودة معاكي، فتحناه كده للاخر، وهتبداي بقى انك تشيلي بقى كل اللي جوه كده بمعلقة. هتنزلي بقى كل اللي في البطن كده بمعلقه، وبعد كده هتشطفيها وتستخدمي بقى الفرشه تنضفي كده السلسله بتاعه اللي السمكه من جوه والايه ومكان كده البطن، وهيطلع معاكي نضيف زي الفل. وطبعا هتكوني واقفه على الحوض بتنضفي كده بالفرشه وتشطفي، او تجيبي طبق وتحطي فيه ميه وتدخليها فيها، هتبقى معاكي قشطه زي الفل. الطريقة التانية بقى اسهل بكتير. كل اللي انت هتعمليه هتقصقصي كده بالمقص كل حاجة، وبعد كده هتقطعي الراس، وبعد كده هتدخلي السكينة من النص زي ما انت شايفة او بالمقص، وهتبدأ انك تنضفيها برضو بالفرشة وتشيلي كل حاجة بالمعلقة زي ما احنا عملنا. بس الاسهل في كده ايه، انك هتقطعي الراس وتقوم جايه فاتحة على طول، هتكون معاكي سهلة يعني مش هتاخد في ايديكي وقت خالص. دي اسهل من الطريقة الاولى، بس الطريقة الاولى بتعذب شوية عشان لو انت محتاجة الراس، وبرده هتخليها بقى قشطه كده زي الفل. هنمسك كل السمك بتاعنا هننضفه ونخليه ابيض فله كده شمعه منوره. بعد ما شطفناه كويس جدا هنجيب بقى طبق ونحط فيه شويه من الدقيق وشويه ميه ونعصر ليمون وشويه كده من الخل، وننقع السمك حوالي مثلا 10 دقايق كده ولا حاجه عشان ينضف ويبقى معانا كده فله كده قشطه. لو عندك كمان معلقه طحينه طماطميه بصلايه كل ده هينضف معانا البصل. شطفناه وصفناه وسيبناه بقى كده يتركن على جنب، ونروح نعمل بقى الرز. هنجيب بقى حله ونحط شويه من الزيت وننزل كده ببصلايه كبيره متخرطه، ونفضل نقلب فيها لغايه ما ايه ما تتحرق معانا. بس ما تتحرقش قوي يعني، بس تبقى غامقه عشان عايزين الرز بتاعنا يبقى بني. بعد كده ننزل بقرن فلفل اخضر ونقلب فيه، وبعد كده نص حزمه من الشبت مغسوله ومتقطعه ونقلب فيها. تمام، بعد كده ننزل بقى بالميه. لكل كوبايه رز مغسوله بتحط لها كده كوبايه من الميه، ده بالنسبه للرز المصري. وابداي بقى ضيفي الملح والكمون والشطه وشويه كده من الكزبره الناشفه وشويه كمان من القرفه، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر. كل ده بيخلي الرز بتاعك حلو جدا جدا. وعندك عود قرفه كمان خشب حطيه. هنقلب بقى كل ده ونغطيه ونسيبه يغلي لغايه ما الميه بتاعته تبقى بني. هنجيب حبايتين طماطم وهنبشرهم ونضيفهم للميه لما تغلي كام غلوه كده. وهجيب كمان نص حزمه كزبره مغسوله ومتقطعه وهنزلها يعني يا دوبك غلوه واحده بس، وهنزل بقى بالرز اللي انا غسلاه كده ومصفياه. هقلب بقى كله كده مع بعضه واغطي الرز لغايه ما يتشرب. اهدي بقى كده النار وهسيبه بقى يستوي كده على نار هاديه. يلا بينا بقى نجيب راس توم مهروسه ومعاه كمان فلفل اخضر، وانزل عليهم ببهارات السمك وكمان توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر وكمون وشطه وبابريكا. المدخنه بتبقى حلوه قوي قوي، بتضيفها على اي نكهات من الاكل بتطلع معاكي حلوه، والكزبره الناشفه طبعا. وهتقلبي بقى كل ده مع بعضه، هيفرق معاكي الخلطه بصراحه. خلطه تتبيله السمك بتطلع معاكي روعه. وشويه من الخل وعصري بقى ليمون على قد ما تقدري، وقلبي بقى كل ده مع بعضه، هيطلع معاكي تتبيله السمك اكتر من روعه.
طبعا بعد ما نقلب بقى كل المكونات دي هنبدأ نتبل السمك بتاعنا بأحلى تتبيلة كده عملناها. ويا سلام بقى، هتسيبي السمك بتاعك حوالي مثلا ساعة يتبل، وبعد كده تبدأي انك بقى تقلي السمك او تحمري السمك، هيطلع معاكي حلو قوي. شايفين بقى نظافة السمك يا جماعة؟ نضيف جدا جدا، غسلته اكتر من مرة ونقعته اكتر من مرة وخليته زي الفل كده وقشطة. تمام. هبدأ بقى ان انا اتبله من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين كده، وهتبل السمك كله. هنركنه بقى على جنب كده لغايه ما يتبل. وبعد مرور ساعه هبدأ ان انا اجيب بقى شويه من الدقيق، واجيب عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، هضيفهم كده على الدقيق، وهضيف بقى عليهم ملح وكمون علشان لما اجي اقلي السمك يبقى برضو الحدق بتاعه والكفر بتاعه يعني فيه كده طعم حلو ومميز، ما يبقاش بقى ان هو عادب معايا. هجيب السمكة واضغط عليها بالدقيق، وبعد كده هنفضها واحطها كده في المية، وبعد كده هعمل لها الخطوة دي مرة كمان، هضغط عليها كده بالدقيق والنشا وهضغط عليها وابدأ ان انا انفضها عشان تدي شكل كريسبي زي الكنتاكي كده بالظبط، تطلع معاكي حلوة قوي. هعمل كده سمكتين، وفي الوقت ده كنت حاطة طاسة على النار وحاطة فيها زيت يسخن. لازم الزيت يسخن معاكي قبل ما تحطي السمكة، علشان ان هو يعني السمكة ما تلزقش كده في الزيت او في الطاسة. تمام، مش هتلزق في الزيت، لا في الطاسة يا جماعة. يلا بينا بقى نحمر كده السمك بتاعنا، وعملنا تش حطينا الاتنين، وبدأت ان انا اجيب زيت من السخن واحط كده على السمكة كده من فوق وشوية كده، وهقلب على الناحية التانية، وما يبقى واخد اللون الحلو هطلعه على طول. وهنا بقى النور قطع واتلبخت، وبقيت اقول ياني 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 ياما هكمل تصويري ازاي، ووقفت الكاميرا ورجعت قلت يا بنتي يلا شغالي كده. كنت بكمل بقى بقية السمك، مش مشكلة بقى اخد لهم اللقطات كده. وبدأت احط سمكية في سمكية، لما تكون السمكية كبيرة على الطاسة بحط واحدة بواحدة، لكن لما يكونوا الاتنين متوسطين بحطهم جنب بعض. وكنت خلصت بقى تحمير السمك، ويلا هوبا بقى على السلطة ومكعبات التلج. يا سلام، وكنت عاملة احلى شوية ويسكي الغلابة كده في السلطة يا جماعة. يا سلام، احلى سلطة ممكن تاكليها وانت حاطة عليها مكعبات التلج، وخاصة كمان لو انت حطيتها في التلاجة بقى كده وتسقع. وتعالوا بينا بقى نرش شويه كزبره خضراء، ونحط السمك بتاعنا المقلي اللي باحلى تتبيله وطالع كريسبي معانا وشكله يفتح النفس. بصراحه الواحد بيزهق في الصيف وبيبقى محتار كل يوم هناكل ايه، وكلنا بنتهرب من الطبيخ والكلام ده. فانا بحب مثلا اشوي سمك، احمر سمك، بس النهارده قلت لهم لا انا اكلكم سمك مقلي. قعدوا يقولوا لي يا ماما احنا نفسنا ناكله كريسبي ومقرمش وتجيبوه لنا كده من بره. قلت لهم يا سلام، ما انا كل مره بعمل لكم قرمش. قالوا احنا عايزينه بطريقه مختلفه اللي هو بيبقى مفتوح ده. قلت لهم بس كده عينيا، وعملت لهم احلى سمك. تعالوا بقى للرز الصياديه بالتركات اللي احنا عملناه فيها، وطلع معانا مفلفل وحلو جدا جدا ولونه بني. لازم علشان يطلع معاكي لونه بني تعمليه بالطريقه اللي انا عملتها معاكم دي، لازم تحمري البصله وشويه السلطه والرز. يا سلام، ايه ده، ايه الجمال ده. بصراحه الجمال عدى الكلام. ايه رايكم بقى في غدوه النهارده؟ لو عجبكم السمك الكريسبي ده اعملوا لي بقى لايك واكتبوا لي كومنت حلو ومحفز. ايه رايكم؟ سامعين الصوت؟ هو ده سمك المقرمش الكريسبي ولا بلاش.